ليش تحس بالتعب والإرهاق طول الوقت؟ أول شي صباح الخير، يومكم جميل وسعيد ونشوف مرضانا الحلوين. من الsymptoms أو الأعراض الشائعة الإرهاق، دكتور أنا مرهق، أنا تعبان، ما فيني طاقة، نقص فيتامين د. الواقع أن أغلب أسباب التعب والإرهاق إنك تعبان، يعني أنت تعبان، أنت مش روبوت ولا رجل آلي ولا أنت ChatGPT، أنت إنسان لازم تتعب، لازم ترهق، فمرات تحتاج راحة، بريك، تغيير جو، رياضة، نظام صحي. الأكل الصحي يخليك أكثر نشاطًا، الرياضة تخليك أكثر نشاط. إذا ما تمارس الرياضة بتتعب بسرعة، إذا أكلك كله جنك فود وزنجر والخرابيط هذه شيء طبيعي بتتعب. لكن من أسباب التعب كذلك الستريس، اللي فيه ستريس دائمًا يكون مرهق، فقد يكون التعب اللي ما له سبب من أسباب الستريس أو التفكير أو القلق. كذلك من أسباب التعب الsleep apnea، قطاع النفس أثناء النوم. إذا تشخر أنت في الليل ووزنك زايد وعندك لحميات في الخشم، سوي فحص نوم، لأن تسطيلك طول اليوم قد يكون بسبب السليب ابنيا. بعدين يلي فحوصات الدم، فحص فيتامين دي وبي 12 والمخزون الحديد والغده والزنك، هالاشياء والسكر، طبعا هالاشياء تلعب دور، لكن اغلب الاسباب هي اسباب متعلقه في صحتك النفسيه.